السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني حبايبي في كل مكان، حبايبي في العالم العربي. ان شاء الله الاهلي واخد الدوري فيوتشر ولا المستقبل. مستقبل طبعا للاهلي، مستقبل طبعا للاهلي، وان شاء الله نصر من بعد نصر باذن الله. عاوز اقول لكم امثالنا شعبية مصرية عربية، امثالنا مية مية، حكايتها ولا المهلبية، ولا تقول لي فول ولا طعمية. أمثالنا على لسانك انت وهي النهاردة مع مثل جديد وحكاية جديدة. واستنوني ما تمشوش بعيد، حل نرجع لكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير والشير للقناة، وعلق قول لي ايه رأيك فيه. استنوني ما تمشوش. لكم تاني في حكاية لكل مثل حكاية. مثلنا النهاردة بيقول أكل الرجال على قد أفعالهم، أكل الرجال على قد أفعالهم. الحكاية دي ترجع لأيام المماليك، أما كانوا ماسكيننا المماليك والعثمانيين. كان في واحد اسمه حمود وأخوه اسمه مسعود، كانوا بيحبوا قوي بعض قوي. مسعود عمل حاجة، الشرطة العثمانية أو الأتراك دول حبوا يمسكوه. طبعا مسعود أخوه مسك حمود وفضل يحميه ويدافع عنه ويخبيه في مكان لمكان. جاءت الظروف ومسكوا حمود وحكموا عليه بالإعدام. الإعدام كان عبارة عن صلب، يصلبوه في مكان مخصص للصلب ويخلصوا الدنيا. مسعود كان زعلان على اخوه وحددوا اليوم بتاع الصلب. مسعود قرر ان هو ينقذ اخوه بس بطريقه قويه يعني. وهو ماشي مسعود رايح هتحدد اليوم، وراح في اليوم اللي راح يتعدم فيه الصلب فيه اخوه. ومعدي اللي قاعد بيشوي. طبعا ريحه الشوي حلوه زي اليومين دول في عيد الضحيه، الشوي يخطف المراخين وكل حاجه. شم الريحه قال له ايه، اعمل لي اكل. مسعود فضل ياكل، كل ما يخلص ياكل تاني، لغايه ما خلص خروف. الراجل قال له اخرب خلصت لي الاكل. قال له ما يهمكش يا عم انا هديك الفلوس. قال له كام الفلوس؟ قال له بجد كده. طلع له الفلوس صاحيه. قال له انا معيش فكه. الراجل مسعود قال له خلي الفلوس عندك وانا راجع اديك ايه وانا راجع اديك الفلوس، اديك الفلوس. الراجل قال له لا خد وخلص مشوارك. انت رايح فين؟ قال له انا رايح اشوف الراجل هيتصلب النهارده وهرجع على طول. قال له طب خلاص ما فيش مشاكل، وانت راجع اديني الفلوس وانا ضامنك. المهم مسعود راح وقاعد في وسط في وسط الناس اللي بتتفرج، وشاف اخوه وهو داخل وركبوه على الصليب. اول ما ركبوه على الصليب اخوه قال شعر. فيما معنى الشعر يعني فينك يا اخويا، يا حميمي، يا حبيبي، يا غالي عليا. بعد مسعود سمع الشعر ده سخن، شد السيف بتاعه وطاخل على الجنود اللي كانوا 20 واحد، موت منهم اللي موت واصاب منهم اللي صابه، وخد اخوه ومشى. وهو راجع الناس طبعا سمعت بالخبر، والراجل بتاع الشاوي سمع بالخبر، بيطلع له الفلوس اللي يدفعها للاكل اللي اكل. بعدين قال له ايه؟ قال له لا، الاكل بتاعك ده على حسابي، واكل الرجال على قد افعالهم. انت عملت حاجه حلوه قوي 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 قوي، انت انقذت اخوك من الموت، وانت عملت عمل بطولي. واكل الرجال على قد افعالهم، اكل الرجال على قد افعالهم. اخوك ود امك وابوك، حافظ عليه بعينيك، امسك عليه بسنانك وبايديك. اخوك هو حته من ابوك، هو ليك مش عليك.
اخوك حافظ عليه طول العمر. تحية لكل اخ، تحية لكل انسان بيحب اخوه. استنوني في مثل جديد وليه قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.